يا مساء الخير على عيونكم حبايب قلبي، او صباح الخير على حسب ما بتشوفوني. هنعمل مع بعض النهارده وصفه جميله جدا للبط في الفرن بتتبيله حلوه وخفيفه. اتمنى يلا بينا نشوف مع بعض التتبيله بتاعه البط هنعملها ازاي. عندي بصله مبشوره، هنزل عليها بفصين من الثوم وبشر برتقانه ومعلقتين كبار من الكاتشب ومعلقتين من الزيت ومعلقه من الصلصه. وهنزل بقى بالبهارات بتاعتي، توابل ملح وفلفل وكبابه صيني ومعلقه كبيره من البابريكا. هنقلب طبعا كل ده بقى كده مع بعضه. بسم الله. شايفين التتبيله بتاعتنا جميله ازاي؟ دي التتبيله اللي هنعمل بيها البط وهندخله في الفرن ما شاء الله. وهنحط معلقه خل صغيره. هنجيب بقى البطه بتاعتنا وهنبتدي بقى نتبلها من جوه ومن بره. بسم الله الرحمن الرحيم. تبليها من كل ناحيه، ما تسيبيش حته فيها مش متبله، من بره ومن جوه كده بالشكل ده. عندي شويه اللي اتبقوا من التتبيله بتاعتي، في عندي شويه اتبقوا من التتبيله هنزل فيهم ببصلايه مقطعاها حلقات وهحشي بيهم البطه. شويه البصل دول كده هحشي بيهم البطه، تبقى ريحتها جميله جدا وطعمها حلو قوي. نبتدي بقى نحشي كده. وصفه سهله وجميله من غير ما تسلقي وتحمري. هي هتدخل الفرن هتستوي، هتاخد حوالي ساعه ونص، ولو كبير شويه عن كده ممكن ياخد ساعتين. هنكتفه بقى. طبعا التتبيله دي كلها انا عايزاها كده بالشكل ده، وهقول لكم بعد كده بقى انا هنسويه ازاي في الفرن. عندي هنا الصينيه بتاعتي انا حاطه فيها شويه ميه، يعني حاطه نصها ميه. هنزل فيها بعودين كده من القرفه وكام ورقه من اللورة وكام شريحه من البرتقال، وهحط عليها بقى الشبكه بتاعتي كده بالشكل ده، وهفرد عليها فويل وهحط ورقه زبده كده يا حبايبي. وحاجه جايبه بقى دكر البط بتاعي حطاه هنا كده على الشبكه كده بالشكل ده، وهغلفه تاني. احط بس بقيه التتبيله دي وهغطيه بقى تاني بورقه زبده من فوق. لان كده ممكن تعمليه كده بالطريقه دي وتحطيه في صينيه عادي وتدخليه الفرن مباشره، مش هيجراله اي حاجه برضه. وهبتدي بقى الفه كويس كده وادخله بقى الفرن. هياخد معايا حوالي ساعه ونص بالظبط، وهطلعه اوريكم بقى شكله وجماله عامل ازاي.
بصوا يا حبايبي، انا كده خلاص طلعت البطه بتاعتي من الفرن. طبعا انا اول ما لقيتها استوت او دخلت في السوا بمعنى اصح يعني، كشفت من عليها ورق الفويل والورق الزبده، واخدت من الصوص بتاعها اللي نزل منها، وحطيته على وشها وسبتها بقى تحمر لحد ما اخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وهنجيب بقى سرفيز الغرف ونقدمها. هنقدمها بقى هنا كده في الطبق ده بالشكل ده، وهحط عليها برضو الصوص اللي نزل منها ده. وبكده يا حبايبي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. ما تنسونيش لايك وشير. بشكر كل الناس اللي بتتابعني. انتظروني ان شاء الله، اشوفكم على خير في وصفات احسن واحسن. كان معاكم نورة وليد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.